المقدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي لقمان حكيم بن حارث. في هذا الفيديو سأتحدث عن موضوع مهم في حياة الطالب المسلم، وهو العلم والأدب في طلب العلم، لهما من دور كبير في بناء شخصية الطالب المسلم. المطلب الأول: أهمية العلم في الإسلام. يعد العلم من أعظم القيم التي جاء بها الإسلام، وقد بدأ الوحي الإلهي بأمر القراءة، مما يدل على المكانة العالية للعلم في ديننا. والعلم وسيلة لمعرفة الله سبحانه وتعالى ولفهم أحكام الشريعة ولتنظيم شؤون الحياة. ومن خلال العلم يرتقي الإنسان فكرا وسلوكا ويساهم في بناء مجتمع واع ومتقدم. المطلب الثاني: الأدب أساس في طلب العلم. لا ينفصل العلم في الإسلام عن الأدب، بل إن الأدب مقدم على العلم، فالعلم بلا أدب قد يؤدي إلى الغرور وسوء الاستعمال. وطالب العلم مطالب بإخلاص النية لله تعالى، واحترام المعلم، والتواضع في طلب العلم، وحسن التعامل مع الزملاء. المطلب الثالث: أثر العلم والأدب في سلوك الطالب. يظهر أثر الجمع بين العلم والأدب في سلوك الطالب اليومي، سواء داخل قاعة الدراسة أو خارجها. فالطالب المتأدب يستفيد من علمه في إصلاح نفسه وخدمة مجتمعه، وبذلك يكون العلم وسيلة لبناء الأخلاق، لا مجرد معلومات نظرية. الخاتمة: فإن العلم والأدب ركنان أساسيان لا ينفصلان في مسيرة طلب العلم، فبالعلم يرتقي الإنسان، وبالأدب يسمو سلوكه، وباجتماعهما تتحقق الغاية الحقيقية من طلب العلم. لذلك ينبغي على كل طالب أن يحرص على طلب العلم النافع مقرونا بالأدب الحسن، حتى ينال رضا الله تعالى وينفع مجتمعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.